اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل عيش الكريب. مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، مفيهوش اي اختراعات، تحفة جدا وطري وجميل جدا. شفتوا بالشكل بكل طريقة ازاي جميل قوي. هنجيب في الخلاط كوبايتين من الدقيق بالشكل ده، هنحط عليهم بضايه، وبعد كده هنحط معاهم ما يعادل ربع كوباية مثلا من الزيت، هنحط رشة ملح ورشة فلفل اسمر بما انه حادق بقى، وهنحط كوبايتين من المية، وهنشوف القوام لو احتاج ممكن نزود تاني يعني. هنضربه في الخلاط بالشكل ده. هنمسح بس البهدلة دي. هنكمل ضرب فيه، هنشوفه محتاج حاجة تاني ولا لأ. هنزود ربع كوباية من المية، وبعد كده هنضربه. بصوا بقى القوام تحفة وجميل قوي. بصوا لذيذ، بيبقى تحفة جدا. ممكن يتحشي مكونات كتير يعني، مش شرط فراخ، مش شرط حاجة معينة، ممكن تحطوا فيه اي حاجة، ممكن يتحط فيه بطاطس بس بيبقى تحفة. في طاسة هنحط كبشة، اهم حاجة تكون الطاسة ما بتلزقش، وهنقلبه على الجنبين بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. سهل جدا، شفتوا مش لازق وبيلف معانا في الطاسة، تحفة. حتى لما جينا نقلبه يعني بالشكل دوت، ولا لزق في بعضه ولا اتكسر ولا اتقطع ولا اي حاجة، اتفرد معايا بمنتهى السهولة بالشكل ده. جميل جميل جدا. اهم حاجة ان احنا بنطلعه ونحطه فوق بعض وبنغطيه علشان يعني يفضل طري زي ما هو، واحنا بنطلعه فاتح. وهقولكوا بنطلعه فاتح ليه. انا كنت متبله صدور فراخ، حاطه عليها ميه بصل وطماطم وحاطه عليها توابل. جبت بقى بقسماط على دقيق بتاعنا ومتبهر، وتبلت فيه الفراخ بالشكل ده عشان نقليها ونعملها حشوه للكريب الطري بتاعنا. هنغلف كل الفراخ بالشكل ده، وبعد كده بقى هناخدها نقليها. تحفه جميل ما شاء الله. انا بحب قوي سواء مع البرجر او الفراخ الشاورما او اي حاجه، اعمل تتبيله الخضار دي. بيبقى بصل وفلفل الوان وعندنا ممكن احط طماطمايه واشوحهم مع بعض برشه سكر كده يكرملوا، بيبقى خطير، بيبقى بصوا خطير. هنحط من الخضار اللي هي المتشوحه ومتكرمله، ونحط عليها الفراخ، وهنحط في اليمه التانية شويه بطاطس بالشكل ده متبهرين. وادي السندوتش بتاعنا، وناخدهم على طاسه برضو ما بتلزقش ونحمصه. وادي الشكل النهائي بألف هنا.